قال رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. هو معنى قولك لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة هي كلمة التوحيد. هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، ولا توحيد إلا بهذه الكلمة لا إله إلا الله، نفي وإثبات. لا يمكن أن يكون توحيد إلا بالنفي والإثبات. لا يمكن أن يكون توحيد إلا بالنفي والإثبات. لا إله نفي عام لجميع المعبودات، إلا الله إثبات خاص. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، فهي تعني إفراده بالعبادة. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. فإن الإله عندهم أي عند العرب وفي لسانهم وفي لغتهم، ومنهم هؤلاء الكفار كفار قريش، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور مثل الدعاء، الذبح، النذر، الاستغاثة، هو الذي يقصد من أجل هذه الأمور. فالذي يقصد دعاء واستغاثة ونذرا وذبحا يقصد لأجل هذه الأمور هو الإله. هذا معنى الإله في اللغة. الإله لغة المعبود، يقصد بالعبادة، من يذبح له، ينذر له، يستغاث به، يتوكل عليه، تصرف له العبادة، اتخذ إلها. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر. ولهذا لاحظ لما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا معنى لا إله إلا الله وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. جعل المعبودات معبودا واحدا، هذا أمر عجيب يقولون. قال لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وذكر رحمه الله الأدلة الدالة على إقرارهم بربوبية الله. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. هذه الكلمة دارجة ورائجة عند عباد القبور، عباد الأضرحة والكباب، عندما يطلقون على من يلتجئون إليه، من ينذرون له، من يذبحون له، من يصرفون له العبادة، عندما تقول السيد يعني الملتجأ إليه. السيد عندهم يعني الملتجأ إليه، من يصرفون له التجاءهم باعتباره واسطة بينهم وبين الله. فالسيد يعني الإله، السيد يعني الإله، لأنه اتخذوه سيدا أي إلها يلجؤون إليه، يستغيثون به، ينذرون له، يذبحون له، يصرفون له أنواعا من العبادة. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. فإن لا إله إلا الله ليست كلمة لا معنى لها أو لفظة لا مضمون لها، بل هي كلمة مشتملة على أعظم المعاني وأجل المقاصد على الإطلاق. ولا ينتفع قائل لا إله إلا الله بها إلا إذا عقل معناها وحقق مقصودها. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي الحديث في صحيح مسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. أما مجرد النطق دون فهم للمعنى ودون تحقيق للمقصد فإن لا إله إلا الله لا تكون حينئذ نافعة للإنسان.